بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا دايما بخير. سهم معانا النهاردة الألمنيوم العربية. السهم ده هنبص هو عمل معانا ايه. هو بدأ يرتد من عندنا من عند 79 تقريبا. بدأ معانا في موجة صاعدة اهي، خماسية شكلها حلو وممتازة جدا. بدأ معانا يرسم لنا موجة هنا خماسية. الموجة الخماسية دي من النوع القطرية اللي احنا اتكلمنا عليها كذا مرة في كذا فيديو. الموجة دي لازم بيحصل تداخل بين قمة واحد والقاع بتاع رقم 4 أهو في المكان ده تقريبا عند 14 جنيه. فده شكل الموجة القطرية، زيها زي الموجة القطرية اللي اتكلمنا عليها قبل كده بتاعت القلعة، زي الموجة اللي هي بتاعت فوري الحالية الكبيرة خالص، زي الموجة برضو بتاعت القلعة الصغيرة اللي عاملها أخيرا. تمام. بعد كده السهم بدأ هنا عملية تصحيح من عند 15.86 وبعد كده نزل لحد 13. لكن هل هو أنهى التصحيح حاليا؟ يعني أنا لا أتوقع أبدا إن هو يكون خلص التصحيح. الموجة القطرية دي معروفة جدا إن هي التصحيح بتاعها بيكون من أعنف أنواع التصحيح، وبيكون الهبوط فيها يجيلك يعني قريب من القاعدة اهو. يعني كتر خيره اصلا. يعني لو نرسم له كده فيبوناتشي للتصحيح بتاع الموجة دي اهي، يعني عند 61. يعني السهم ده من الموجات ايه، يبقى كتر خيره لو نزل عند 61 فيبوناتشي اللي هي عند 12. يعني مكان الشراء في السهم ده فيما بعد عند 12 جنيه. تقول لي مثلا هل السهم هيجي ويكسر كل الدعوم دي اهي؟ يعني شايفين الدعوم دي هنا في دعوم قوية والسهم طلع منها كذا مرة. اقول لك دي اصلا لازم يكسر لك الدعوم. اي سهم عشان يصعد بعد ما يخلص، يعني بعد ما الميكر خلاص يخلص شراء فيه ويخلص تجميع فيه، لازم بعد كده بيجي يرمي السهم، يرمي ويعمل لك هبوط عنيف عنيف ما تتوقعهوش، ويجي لك تاني عند القاع اهو، بحيث كل الناس تبقى ايه، خلاص كل الناس خرجت وكل الناس وقفت خسارة. في اللحظة دي بتبدأ فرص الشراء تظهر معانا. يعني احنا بنمشي عكس الناس كلها. يعني بصوا، كل الناس اول ما يحصل الهبوط العنيف بقى بيرموا السهم وخلاص ويخرجوا من السهم. احنا بنعمل العكس. احنا بنشتري يعني ايه مع الميكر، يعني في اقل نقطة ممكن يوصل ليها السهم. يعني حتى يعني انا بلاحظ، انا يعني لما اجي اماكن الشراء اهو ممكن يجيلك عند 11 6 و50. فالسهم ده على المدى الطويل يعني ان شاء الله هيبقى عنده صوت. السهم عمل لك هنا التغيير في الاتجاه، هو اغلق اهو زي ما احنا قلنا كده، اغلق فوق اخر قمة، عملت اخر قاع. فالسهم ده ان شاء الله سهم مبشر، وسهم هيعمل صعود كويس ان شاء الله. فيما بعد ما يخلص تصحيح هيبقى كل دي رقم 1، وبعد كده يعمل آه، صعود قوي واندفاع قوي في رقم 3 اهو. على الأقل هتتجاوز معاك، يعني السهم ده عنده تجاوز للقمة دي اللي هي ب20 جنيه. يعني انت ممكن تشتري ب12 جنيه اهو من الأماكن دي، وفيما بعد هيتباع بأعلى من 20 جنيه. فالسهم ده هيبقى فرصة معانا. يا ريت أي حد يعني يراقب السهم ده لما يخلص تصحيح، يكتب لنا في التعليقات هنا الأماكن الشراء اللي أنا محددها. تمام. في ناس برضو بتربط بين صعود اللي هي مصر الألمنيوم وبين السهم ده. في ناس تفتكر ان طالما مصر ألمنيوم صعدت يبقى احنا نشتري في السهم ده والسهم ده هيصعد هو كمان. الأمر طبعا مختلف، الأمر ملهوش أي علاقة، وكل سهم يعني شأنه منفصل تماما عن السهم التاني، وكل سهم بيمشي في موجات صعود وهبوط وتصحيح، وملهوش أي علاقة بسهم تاني. تمام. فكل ده يعني ايه من الإشاعات ومن الحاجات اللي هي بتبقى مفاهيم غلط. يعني كل سهم مسؤول عن نفسه، كل سهم